بسم الله الرحمن الرحيم. هل انت لعبة؟ هل انت لعبة في ايد حد وانت ما تعرفش؟ الموضوع ده مهم جدا، لان في ناس عندها القدرة ان هي تتلاعب بمشاعر الاخرين فتلخبط لهم حياتهم، وللاسف معظم الناس ما بيبقوش واخدين بالهم من الموضوع ده، فبيتأثروا تأثر جامد. تعال اديك مثال. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتغير لك الحقيقة. يعني تيجي تقول له على فكرة انا حاسس بكذا، لا انت مش حاسس كده، انت حاسس كذا كذا كذا. على فكرة انت عملت كذا، لا انا ما عملتش، على فكرة انا ما عملتش كده خالص، على فكرة انت اللي عملته، وانت 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 وانت. تيجي تفكره بموضوع يقول لك لا ما حصلش كده. تيجي تواجهه باحساس يقول لك لا الاحساس مش كده، انت حاسس حاجة تانية. يقلب دايما الترابيزة. اللي بيقلب دايما الترابيزة ده بيعمل ايه؟ بيلخبطك. ولو انت مش ناضج نفسيا، ايه اللي بتحسه؟ بتسلم، بتقول هو يمكن فعلا ما حصلش، او يمكن فعلا ما عادش. يبقى معاك واتساب او معاك ايميل او معاك وات ايفر حاجه في ايدك، دليل اهو بتوريهوله، يقول لك لا. عنده القدره ان هو دايما يقاوم ويضغط عليك. انت بقى بيحصل لك ايه في الحاله دي؟ انت بيحصل لك ضغط على النفس وتوتر، ويحصل لك تشبع بالطاقه السلبيه. اوكي، في ناس ممكن تموت على فكره في الحاجات دي، في ناس ممكن يجيلها ازمه قلبيه وتموت بسبب الضغط ده. فلازم لو انت بقى فاهم نفسيتك كويس هتعرف تتعامل مع الناس دي، لان الناس دي ما ينفعش تديله مساحه وما ينفعش تقاومه. يعني انت ما ينفعش تفضل رايح جاي معاه، لا حصل لا حصل لا، مش هتروح حته، لان هو مش هيديك مجال خالص. فانت لازم تقف، تحط حد فاصل، ما تكملش النقاش، تقول له ماشي تمام اوكي، ما تكملش النقاش. بدل انت متاكد ان انت تمام، انت مش محتاج حد ياكد لك اللي انت بتقوله. بدل انت عارف انه تمام خلاص، وانطلق وامشي في طريقك بقى. لكن ما تبقاش لعبه في ايد حد. خلي بالك من الموضوع ده كويس، وما تبقاش لعبه في ايد حد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.